نعم، نعود إلى أبيات إمامنا الجزري رحمه الله. قال في البيت 66: فعند حرف الحلق أظهر، وتكلمنا عن الإظهار وحروفه. ثم قال رحمه الله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون. هذه الشطرات الثلاث، عجز البيت الأول والبيت الثاني بأكمله، مجموعها يشكل الحديث عن حكم الإدغام. نرى على اللوحة التالية تعريف الإدغام. فالإدغام في اللغة الإدخال، اشتقه العلماء من كلمة تستعملها العرب. فالعرب تقول: أدغمت اللجام في فم الفرس. أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيها. فاستخدموا هذا المعنى، معنى أدغم اللجام بمعنى أدخله، إلى إدخال حرف في آخر، إلى إدخال حرف في آخر. وأيضا تقول العرب كما نرى في اللوحة الثانية التي أمامنا الآن: أدغمت السيف في غمده، أي أدخلت السيف في غمده. فإذا أيضا هذا المعنى، إدخال شيء في شيء، اشتق منه العلماء واستعملوه في معنى اصطلاحي، هو إدخال حرف في حرف آخر، بحيث يذوب الأول ويصبح الحرفان حرفا واحدا، ويصبح الحرفان حرفا واحدا. نعم، نرى التعريف الاصطلاحي للإدغام. فالإدغام في اصطلاح أئمة اللغة، إذا قالت أئمة اللغة الإدغام ماذا يعنون؟ هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. كان مر معنا هذا التعريف عندما تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة، ونعيده هنا للتذكير به وحتى يكون واضحا. إذن إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، فلا يكون الإدغام إلا إن كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. هذا أمر. الأمر الثاني: بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. إذن لم يعد هناك حرفان. يعني أنا لما أقول من لدنه، من لدنه، فهنا أنا ألفظ نون بعدها لام. لكن لما أقول من لدنه، من، فأكون قد حولت النون إلى لام ساكنة، النون الساكنة حولتها إلى لام ساكنة، وأدغمت اللام الساكنة في اللام المتحركة التي بعدها، فصار النطق بلام واحدة مشددة، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. ثم نرى في التعريف: يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. يعني بدلا من أن نقول من لدنه فنرفع اللسان مرة للنون ومرة لللام، نقول من لا، فنرفع اللسان مرة واحدة للحرفين، نطبق على لام ساكنة ونجافي اللسان عن لام متحركة. نتابع في الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة، الإدغام. كما نرى: تدغم النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون. يرملون بمعنى يمشون رملا، وهو المشي السريع، نوع من أنواع الركض يقال له الرمل. رمل فلان يعني ركض. نعم. فيرملون فعل مضارع، حروفه الستة: الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هي الحروف التي تدغم النون الساكنة فيها. ثم إن هذا الإدغام قسمان كما نرى على اللوحة: إدغام بغنة في أحرف يؤمن، أو ممكن أن نقول بدل يؤمن نقول ينمو، إما أن نقول يؤمن أو نقول ينمو. إمامنا الجزري من أجل ضرورة الشعر قال: وأدغما بغنة في يؤمن. يؤمن أصلها يؤمن. نعم، آمن يؤمن.
فإذا أبدلنا همزتها واوا لأنها ساكنة يصير النطق يومن، وهذا أمر تفعله العرب بل تفعله قريش نفسها. يومن، أو قل ينمو، فعل مضارع من نما ينمو. هذه الأربعة الأحرف أحرف الإدغام بغنة. أما الإدغام بلا غنة فهو في الحرفين الباقيين من الستة الأحرف أحرف الإدغام، وهي اللام والراء.